عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر، على راسي والله، بحبكم قوي. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، وانتوا السند والعون بعد ربنا. وان شاء الله قناتي هتكبر بيكم وليكم باذن الله. بشكر الناس الجديده اللي دخلت قناتي، على راسي والله، انتوا تاج على راسي. كل الناس اللي في قناتي بشكركم شكرا جزيلا. كومنتاتكم الحلوه اللي بتساعدني، اللايكات لو عجبكم الفيديو. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه مولد النبوي الشريف. كل سنه وانتوا طيبين واسركم طيبه، وربنا يا رب كده دايما يخليكم ليا كده، ودايما مع بعض ان شاء الله باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. حطوا لايك بقى. هنتكلم يا جماعه في بجد ام شروق، يعني هقول ايه، ادينا معاها كده ووراها لغايه ما تتعدل بصراحه شويه، لان دول زي ما قلنا قبل كده مشوهين صوره الست المصريه، فاحنا بنديهم النصايح يا جماعه. هما حاطيننا على دماغهم وزعقين زي ما بيقولوا، حاطين قنوات النقد على دماغهم. ليه بقى؟ عشان احنا معلمين عليهم، او يعني مش عارفه، يعني عايزين نقول لكم احنا ما فيش بينا وبينكم والله العظيم ولا عداوه ولا بنكرهكم ولا الكلام ده كله. احنا بنقول لكم بس نصيحه لله، لعل وعسى تعملوا بيها عشان صورتنا بس قدام الناس. ام شروق كانت غايبه علينا بقالها شهر، رجعت تاني بقى، وراجعه ايه يعني؟ راجعه بقى كلها بتقلد ام جنى. ام جنى اللي دلوقتي، قبل ما نتكلم على ام شروق، ام جنى من ساعه ما رجعت من راس البر ولمت الهدوم وقالت انا هروح بس يوم اكل الفراخ واشحن كارت الكهرباء، ويمكن انا طلعت بفيديو واتكلمت على الموضوع ده. من ساعتها ام جنى مختفيه. لعل المانع خير يا ام جنى، انت اختفيتي ويعني وسبت لنا ام شروق. فعلا ام شروق بتقلدك دلوقتي بالظبط يا ام جنى. معرفش المحشي بقالها يومين يا جماعه بتعمل محشي. ام شروق يعني هنبتدي بشروق الاول، وكانت ماسكه الكاميرا وبتصور والدتها، ونفس الصوت الرقيق اللي هي بتصطنعه. يا شروق شوفوا الكومنتات بتاعتكم، الناس كلها مبهدلاكوا. صوتك الاول كان احسن من كده. ما تقلديش حد يا شروق، اطلعي بصوتك حبيبتي، احنا بننصحك، لان فعلا انت بترققي صوتك قوي قوي، الناس اتضايقت من كده. فلو سمحتي يا حبيبتي احنا بننصحك اعدلي صوتك، اتكلمي بالراحه، اعملي المقدمه اللي انت بتعمليها دي، ان شاء الله قناه هتكبر بيكو. النشيد اليومي اللي انتوا بتقوليه ده غيروا يا جماعه، غيروا. طيب هنبتدي برضو بمين؟ بام شروق. وكل شويه بصوا يا حبايبي، بصوا يا حبايبي، كل ما تعمل حاجه بصوا يا حبايبي. اكيد احنا باصين يا ام شروق والله العظيم، يعني احنا باصين، ما احنا ماسكين الفون وفعلا باصين، احنا ما فيش قدامنا لغايه ما بصينا ونظرنا راح يعني. طيب خلاص، يا ريت ما تكرريش كلمه بصوا يا جماعه، بصوا يا حبايبي، بصوا يا حبايبي. الحاجه التانيه برضو، قاعده بتحشي المحشي والاطباق بتحطيها على كنبه الانتريه، على الركنه بتاعتك. ازاي كده يا جماعه؟ يعني الرز بعد ما حطيته في الصلصه راحت راميه الطبق على الانتريه، طبق الخضره على الانتريه، كانها واقفه في المطبخ بالظبط وبتحط على ترابيزه المطبخ. كريم ابتدى هو اللي يصورها شويه ويقول لها 3 بدل ما يقول لها اكشن. اسمحوا لي والله الافيه بيضحك والله العظيم. كل شويه وهو بيصورها 3، يعني على اساس ان هي تتكلم. ايه يا جماعه ده؟ ما قبل الفيديو ما يبدا ما تقول لها اول ما اشاور لك، اول ما اغمز لك بعيني، اول ما ارفع صباعي، يعني مش لازم صوتك يظهر يعني. بدل ما تقول لها 3، اشمعنى 3؟ طب ما تقول 1. والله العظيم الناس دي هتجننا يا جماعه. الحاجه التانيه برضو، قعدت تقول لجوزها كريم الخلاط بايظ، اصل مش عارف شروق ما كانت بتعمل ايه بوظته، ابقى روح بقى صلحه لنا. لزومه ايه الرغي ده كله؟ عشان اي حد من الداعمين كده يلا خشوا هاتوا لنا بقى خلاط، هاتوا لنا كبه، هاتوا لنا مش عارف ايه.
يا جماعه الحركات بتاعتكم دي مفهومه قوي، انتوا اغنياء على فكره مش فقراء والله. الكبشه اللي انت بتدوقي بيها الشوربه نفس الحكايه بتدوقي بيها وترجعيها تاني في الحله. يعني احنا بنقول لك بعض الاخطاء لان اتعلمي بقى. يعني الشنط اللي انت حطاها كمان جنب الحوض، شنط زباله يا جماعه حطاها، انا اسفه والله، حطاها جنب الحوض، فما ينفعش الكلام ده. البوتاجاز اللي انت بتقولي والله يا جماعه انا بمسحه كل كام يوم، ازاي يعني؟ ده المفروض قبل الاكل بيتمسح وبعد الاكل مباشره بعد ما بتعملي عليه الاكل بيتمسح، يعني على الاقل مرتين في اليوم. انتوا النظافه ما عدتش عليكم يا جماعه؟ ما عندكوش حتى ولو بربع جنيه نظافه؟ حقيقي بجد الواحد مكسوف منكم جدا وحياة ربنا. بتغني للخضره وعماله تقولي خضره وبنات خضره، انت واخده على التيك توك انا اسفه يا جماعه، بتغني للخضره والله، خضره وبنات خضره، دي واخده على التيك توك طبعا لانها هي على طول على التيك توك بتغني وما شاء الله عليها، يعني والعه هناك على التيك توك. انت يا ابله او يا ام شروق انت على اليوتيوب يا حبيبتي، دي قناه والناس بتتفرج عليكي. طيب بلاش خضره وبنات خضره، كرهتينا في الاغنيه والله. طيب وبرده في نفس الفيديو او لا يا رب في الفيديو التاني برده كان المحشي، انا مش عارفه يومين ورا بعض ازاي تاكلوا محشي بتنجان وفلفل وكرنب يعني انت بتقلدوا ام جانا في قعدتك كمان، كل شويه انا ماسحه الشقه البلاط ساقع وحلو، تعالوا اشربوا شاي، كريم عمل لي الشاي، بتهرف حاجات. انا عندي تفتحي موضوع كده ان شاء الله اي كلام تقوليه بدل اللي انت بتعمليه ده، افتحي مع المتابعين كلام، اتكلمي قولي اي حاجه في الفيديو، انما تغني الشاي اوصف لك يا حبيبي الشاي. اقسم بالله ده لو كانوا اصحاب الاغاني دول عايشين كانت جات لهم سكته. يا ام شروق انتبهي لحالك، يا اما خليكي على التيك توك، بلاش بقى تيجي اليوتيوب صراحه يا جماعه. تعدلوا بقى شويه، اتظبطوا شويه بجد، تعبتونا معاكم. في اخر الفيديو قاعده تعمل الاكل وتقول ده انا اكلي محدش بيعمل اكلي، انا بعلم البنات، بعلم العرايس. ده انت اللي عايزه تتعلمي يا ام شروق، قسما بالله انت عايزه تتعلمي الاكل يا حبيبتي. انت مفكره نفسك بتعرفي تعملي اكل كده؟ الفراخ اللي شكلها استغفر الله العظيم يسد النفس وانت بتسلقيها مقطعاها، انا مش عارفه مقطعاها ازاي كده. الميه اللي ما بتغليش، وقلنا لك كذا مره لما الشوربه او الميه تغلي اسقطي الفرخه فيها. بتحطي البطاطس فوق الفراخ، المفروض الفراخ اللي فوق البطاطس، يعني حاجات كتير. الاكل بتاعك بتقولي فن وهندسه، والله ولا فن ولا هندسه، معلش اسمحي لي، انت اللي عايزه تتعلمي ما تعلميش عرايس اللي تتعلم منك يا ام شروق. الفيديو والله معايا زي الطول يا جماعه، الست دي تعبنا معاها كلام، بس ان شاء الله باذن الله هتسمع النصايح بتاعتنا. ام جنى اختفيتي فين يا ام جنى؟ انت عايز تعملي ترند ولا ايه؟ رحتي فين؟ يمكن كتر البيض اللي انت بتلميه من الفراخ هو اللي عمل معاكي كده. طمنين عليكي يا ام جنى، اليوتيوب مش حلو من غيرك وطمنينا على ريان ورجليه اللي احنا قلنا لك عليها، اكشفي له واعملي له تحاليل واشعاعات، وربنا يطمنا عليك يا ام جنى. بشكركم حبايب قلبي، شكرا جزيلا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.